صديقته سحبت عليه وأيامه الصعبة مش ناوية تعدي على خير. هذا هو مختصر وضع لاعب الريال رودريغو، اللي بعد الكلام عن انتهاء العلاقة بينه وبين نادي طلعت له مصيبة جديدة، وهي إن حبيبته سحبت عليه أو هو سحب عليها، ما حد عارف. بس وبحسب الصحف فإن موضوع انتهاء العلاقة ممكن يكون مربوط بمستوى، أو مثل ما قالوا إن اللاعب ناوي يبعد عن أي شيء ممكن يمنع تركيزه عن الملعب، وبدأ بصديقته. وكل هذا عشان خاطرك يا بيريز، خاصة إن الانفصال تم قبل ساعات من عودته لتدريبات الريال استعدادا للموسم الجديد. بس الغريب والسؤال اللي لازم نسأله، يا ترى شو صار وليش اللاعب صار مش مرغوب؟ هذا كله بسبب تراجع مستواه تدريجيا في الموسم الماضي، وصارت مشاركته بالمباريات قليلة. وبحسب ماركا اللاعب بجميع الفرص اللي قدمت له ما أقنع النادي، والبيانات ما تدعم أداء رودريغو، وصار يفتقر للحركة والكثافة، يعني يلعب بلا نفس. وهذا شيء غريب للاعب اللي ظهر للنادي فترة صعبة وكان هو الأمل، لدرجة أن البعض كان يمتدح رودريغو أكثر من فينيسيوس ويطلب بإعطائه فرصة أكبر. بس من لاعب يصنع الفارق للاعب بالكاد دوره يذكر. وحاليا مثل ما نعرف ان النادي يدور اي بيعه للاعب، لانه بحسب التقارير ما له مكان في تشكيله الونسو، واحسن له يشوف له مكان ثاني. بالاخير هل الانفصال عن صديقته خطوه ذكيه، ولا خلاص مسيرته في مدريد انتهت؟